ويبدأ فيلمنا مع اخويا جيسون ستيتم، واللي بيكون اسمه في الفيلم ده ارثر، والمفروض انه اخطر قاتل مأجور في العالم، وبيشتغل في منظمة سرية هدفها انها تقتل بعض القيادات او الاشخاص بمقابل مادي، والمفروض انها تطلب منه يقتل رئيس العصابة ده، لكن بطريقة تبان انها حادثة مش جريمة قتل. طبعا اخويا ارثر بيربط القفيز وبيبدأ في التنفيذ، ورئيس العصابة بينزل حمام السباحة بتاعه علشان يبلبط حبتين، لكن بيلاقي ساعة فبتلفت انتباهه، بينزل عشان ياخدها، يقوم اخويا ارثر شده لتحت ومغرقه، بيحاول اكتر من مرة انه يفلت منه لكن من غير فايدة، بعدها بيموت خلاص، لكن مش بيسيبه برضه، لانه لو عمل كده الحراس هتاخد بالها، وكده ناقص بس انه يأمن طريقه للخروج. في نفس الوقت واحد من الحراس شاف الرئيس مش بيتحرك، لكن ارثر مسكه وكان بيحركه كانه صاحي وبيعوم، وساعتها الحارس اطمن ومشي. وبعد ما ارثر خرج، واحده من الحراس شافت الرئيس ميت فبترقع بالصوت، ولمت الحراس عليها، ودي كانت الفرصه الوحيده لارثر انه يهرب، وعدى من الحراس وغير هدومه بسرعه قبل ما يرجعوا، لانهم ساعتها كانوا مشغولين بموت زعيمهم، وكده قدر يهرب من المكان بامان من غير ما حد ياخد باله من السكان، ونقدر نقول انها خطه ناجحه 100%. وطبعا اول ما رجع تابع الاخبار، ومنها اتاكد ان كل التحريات والطب الجنائي اثبت انه مات بالغرق مش بالقتل. بعدها ارثر بيروح يتكلم مع صديقه هاري، وبيقول له هو انت ما بتعرفش تروح مكان من غير جوز التيران؟ ولما هاري بيساله عن العمليه قال له انها نجحت، وان التحريات اثبتت انه مات غرقان مش مقتول. هاري بيقول له انا كنت عارف انها هتنجح علشان انت اللي هتعمل، وبيفضل يجيب في سيره ابنه ستيفن، وان واد بايظ ومش متربي زي ابوه، وكمان مش نافع في اي شغلانه. بعدها المنظمه بتبعت لارثر العمليه الجديده، لكنها عمليه غشيمه حبتين، لان الضحيه المره دي هو صديقه هاري. طبعا ما صدقش اللي شافه، وقال يتاكد من المنظمه بنفسه، بس للاسف المنظمه اكدت الكلام ده. ساعتها ارثر طلب انه يعمل مقابله مع رئيس المنظمه، وفعلا راح وقابله، وبيساله ايه السبب اللي خلاهم يقتلوا هاري. قال له ان هاري خاين للمنظمه، لانه سرق 20 مليون دولار من المنظمه وحولهم لحسابه، وعشان كده لازم يموت. وبما ان ارثر صديق هاري الوحيد، طلب من رئيس المنظمه انه يتفاهم معاه ويطلب منه يرجع الفلوس، بس رئيس المنظمه رفض، وبيقول له بيزنس از بيزنس، وقال له كمان انه لو ما قتلوش خلال 48 ساعه هم اللي هيقتلوه. ارثر اتحط في موقف وكده مش عارف يتصرف، لانه هيئه الاعز صاحب ليه، لكنه كان مضطر ومفيش مفر، بس بياخد القرار خلاص، وبيكلم هاري وبيحذره ان المنظمه ناويه تقتله، ولازم يسمع كلامه دلوقتي والا هيتقتل. وطلب منه ياخد مقص ويطلع عند الاسانسير، وبيحط المقص وبيعمل بيه قفله في الكهرباء علشان الكاميرات ما تجيبهوش، وبيتابع معاه خطوه بخطوه لحد ما يقدر يروح للسلم اللي هيخرج منه. وطبعا هاري مصدق كل كلمه ارثر بيقولها لانه صاحبه وحبيبه، لكن اللي حصل عكس ده بصراحه. اول ما هاري بيوصل بيلاقي عربيته متكسره وارثر طالع من وراها، وساعتها بس عرف انه اتخدع، وان ارثر ضحك عليه عشان يقتله. ساعتها ضحك وقال له انت خليتني اجي لحد هنا من غير التيران، ودي عمرها ما حصلت، وكمان خليتني افصل الكهرباء عن الكاميرات ومحدش شافني وانا خارج، وكمان كسرت عربيتي علشان يبان ان اتقتلت على ايد حرامي مش على ايدك. وبدون اي ردة فعل من هاري طلع سلاحه وضرب كام طلقه على العربيه، وادى السلاح لارثر وقال له كده انا كملت الجريمه، وهيبان انه كان في اشتباك بيني وبين الحرامي قبل ما يقتلني. ارثر بيقول له المسدس كان في ايدك وكان ممكن تقتلني، ليه ما عملتش كده؟ هاري كان متاثر من الموقف وقال له لو انت ما قتلتنيش اكيد هيبعت حد غيرك عشان يقتلني، يعني كده ميت وكده ميت. ساعتها ارثر ضربه بالنار وقتله، اي نعم كان حزين على موته لكن في النهايه قتل. بعدها بيطلع على المقابر، وهناك بيقابل ستيفن ابن هاري وبيطلب منه انه يوصله. ستيفن بيقول انه كل حسابات ابوه فاضيه، حتى البيت البنك هياخده يحجز عليه، وانا ما فيش قدامي دلوقتي غير اني ادور على قتل ابويا وانتقم منه. ستيفن شرب وسكر وفضل يكسر في كل حاجه تقابله، وطبعا كل ده وهو مفكر ان اللي قتل ابوه واحد من اللي بيسرقوا العربيات. راح للمكان اللي بيبقى فيه الحراميه وفضل مستني اي حد منهم يجي، وبعد شويه جه واحد وكان عاوز يسرق عربيه ستيفن، لكن ستيفن طلع له بالسلاح ونزل فيه ضرب، وطول ما هو بيضربه بيقول له انت اللي قتلت ابويا، وكان لسه خلاص هيقتله، لكن ارثر ضربه وخد منه السلاح وقال له لو هتقتل حد ما تقتلوش في الشارع، وما تسيبش اي اثر والا هيتقبض عليك ويوصل بيك الحال في السجن. وركبه عربيته ومشي. وتاني يوم ستيفن رجع له وقال له انا عارف عنك كل حاجه وعارف انت بتشتغل ايه، وعشان كده عاوز اشتغل معاك. ارثر في الاول بيرفض، لكن بعدها حس بالذنب لقتله لصديقه هاري، وكان مفكر ان مساعدته لستيفن في الوقت ده هتخليه يفقد الشعور بالذنب. ساعتها اتصل بيه وقال له على ميعاد يقابله فيه، ولما قابله قال له على شويه قواعد يمشي عليها لو عاوز يبقى قاتل محترف، وبدا يدرب فيه بالاسلحه من اصغر سلاح لاكبر سلاح. والمفاجاه انه لقى ستيفن بيصوب كويس جدا. ارثر قال له على كل طرق الموت، وستيفن حفظها زي اسمه، ولما جاله عمليه صغننه حب انه يعملها قدام ستيفن عشان يجمد عضلات قلبه، والعمليه دي كانت لتاجر اسلحه كان بيبيعها للارهاب والعصابات. ارثر قتله وعلقه على الباب علشان انه يبان انه ميت منتحر مش مقتول كعادته يعني. وجاله ملف عمليه جديده، ودي كانت لراجل ضخم جدا اسمه بورج. بورج ده كان شغله الشاغل انه يقعد على كافيه ويراقب الشباب الصغيره، وكان نقطه الضعف الوحيده هي الكلبه لولو. وستيفن بدا خطته اللي المفروض ان هو هينفذها لوحده. طبعا كلنا عارفين نقطه الضعف. ستيفن راح اشترى كلب وخده وراح على الكافيه اللي بيقعد فيه بورج، وطبعا اول ما شافه راح عشان يتعرف عليه. ساعتها ستيفن قال له انه وحيد وما عندوش شغل ولا سكن. بورج طلب منه انه يروح معاه البيت ويشربوا حته ب 200. ارثر بيدي لستيفن جرعه مخدر وقال له انه لو حط منها اكتر من 6 نقط قلبه هيقف وفي خلال 3 دقايق هيكون ميت. ستيفن خلص من هنا وراح على بورج، واول ما القعده سخنت طلع السم اللي هيقتله بيه، بس اتغابى كده وحب يقلد ارثر ويقتله بطريقه
بطريقه تانية، رغم ان ارثر حذره اكتر من مره ان يقتله بالسم لانه مش هيقدر على البغل ده. ستيفن نزل وركب مع برج عربيته وراح مع البيت، واول ما لقى فرصه انه يقتله طلع الحزام وكان عاوز يشنقه، لكن برج كان غبي حبتين، شاله وقعد يخبط فيه بالجدار، وطبعا كان بالنسبه له حته صغيره فكان عمال يلعب بيه وكسر البيت على دماغه. لكن ستيفن حظه انه لقى مفاج ومسكه وقعد يخرم في برج. صحيح في الاول ما تاثرش في حاجه، لكن في الاخر قدر يوقعه ويحط كل السم في بقه. وطبعا بعدها ادرك انه لازم يسمع كلام ارثر لانه اتبهدل في العمليه دي. وبعد كده المنظمه كلمت ارثر وقالت له انت غيرت الاتفاق معانا وبعت حد تاني يقتل برج، لكن ارثر قال لهم مفيش اتفاق بيننا، انتوا ليكوا العمليه تتنفذ وانا اخدت حق، وبعدين اللي بعته ده انا اللي مدربه وما يفرقش كفاءه عني. وطلب منه عمليه جديده وهو الراجل ده، وابتدوا يجمعوا كل المعلومات عنه وعرفوا انه اسمه فون، ومدي لنفسه لقب المسيح الجديد، والناس صدقته ولم ملايين الدولارات من ورا الاسم ده، واتفق انهم يحقنوه بحقنه ادرينالين في القلب وبعدها يموت على طول. لكن ارثر قال له ان في احتمال الحقنه دي ما تموتوش، وستيفن قال له الطاقم الطبي اول حاجه يعملوها انهم هيدوا له جنيفرين. ارثر قال له خلاص كده اتحلت، لان الحقنتين دول لو اتخلطوا على بعض كده هيبقوا سم، وكده هيبان ان الطاقم الطبي هو اللي موته بالغلط. وابتدوا العمليه ووصلوا المكان اللي هو فيه، وركبوا كاميرات علشان يعرفوا امتى اللحظه المناسبه اللي هيدخلوا فيها، وفضلوا يراقبوه. وارثر عرف ان الحقنه اللي بياخدها دي هتبطل مفعول الادرينالين وكده الخطه هتبوظ. لكن ارثر صمم انه يكمل العمليه، ولما اتاكدوا انه بقى لوحده دخلوا عليه وحطوا منظار جوه بقه لحد ما اتخنق ومات. وفي اخر لحظه قدروا انهم يطلعوا قبل ما واحد من الحراس يجي، ولما عرف انه مات نده على باقي طاقم الحراسه ودخلوا له. وستيفن بيقع منه صاموله من الباب اللي فكه وبيشوفها واحد من طاقم الحراسه، وبيروح علشان يشوف فيه ايه، ولما بيحس ان في حد موجود ستيفن بيقتله، وطاقم الحراسه كله بيضرب عليهم نار وبيقدروا انهم يهربوا ويطلعوا على السطح. لكن الحراس كلهم بيروحوا وراهم ويفضلوا يقتلوا فيهم، لكن عددهم بيكون كبير ولازم يشوفوا طريقه يهربوا بيها بسرعه، وبيربطوا نفسهم بالحبل وبينطوا من مسافه طويله جدا. بيشوفهم واحد من الحراس وبيفضل يضرب عليهم نار، ولحسن حظهم الحبل بيخلص على فتحه وبيدخلوا منها وقدروا انهم يهربوا. بعدها ارثر اكتشف ان المنظمه كانت بتلعب بيه وخلته يقتل صديقه هاري وهو مظلوم وما عملش حاجه، وما كانش سارق فلوس من المنظمه زي ما الرئيس قال، والرئيس هو اللي كان سارق الفلوس دي من المنظمه. وهاري دور وراه وعرف وكان لازم يقتله علشان ما يتفضحش. بعدها بيتصل برئيس المنظمه وبيقول له انا عارف انك ضحكت عليا، ورئيس المنظمه بيعرض عليه اتفاق بانه يديله 10 مليون دولار ويسكت، لكن ارثر بيرفض. ورئيس المنظمه قال له كده يبقى اخترت موتك. ارثر قال له انا موجود في نفس المكان اللي انت فيه. ولما رئيس المنظمه بص في شاشه التليفون لقى ارثر فعلا بيتكلم من غرفه الاجتماعات اللي في نفس المبنى، وقال للحراس انهم يخرجوه من المكان ده بسرعه لانه في خطر. وده اللي كان ارثر عايزه، لان ارثر ما كانش موجود في المبنى اصلا وكان بيكلمه من غرفه الاتصالات ومغير مكانه، وكان عايز يخرجه من المبنى عشان يبقى سهل عليه يقتله، وبيحطوا له كاميرات في كل مكان عشان يعرف مكانه فين لما ينزل. وفضل مستنيه، ولما قرب منه ارثر بيطلع بعربيته بيخبط عربيه الحراس وبينزل يطلع سلاحه وبيقتلهم كلهم، وبيركب عربيه كبيره كده ويمشي. وستيفن كان مقابله بعربيه من الاتجاه الثاني وبيضرب بيها عربيه الحراس اللي كانت ماشيه قدام عربيه الرئيس فبتنفجر، والرئيس بيرجع بعربيته علشان يهرب، لكن بيلاقي ارثر قدامه وبيشيل العربيه وبيقلبها، وبينزل هو وستيفن للرئيس وبينسفوه بالرصاص، وبكده تبقى المنظمه كلها انتهت. بعدها ارثر بيقول لستيفن انهم لازم يختفوا ويغيروا اساميهم ويعيشوا حياه طبيعيه، لكن ستيفن بيرفض وكان عاوز يكمل في السكه الشمال لوحده. وبيدخلوا بنزين عشان يحطوا بنزين، بس ستيفن بيغير مكان خرطوم البنزين وكل البنزين بيقع على الارض، وبيبعد عن العربيه وبيضربها طلقتين وبيفجرها في ارثر. بس ده مش عشان رفض يكمل معاه، لا ده علشان ستيفن لقى مسدس ابوه مع ارثر، وبكده يكون عرف ان هو اللي قتل ابوه، علشان كده انتقم منه وقتل. وبيروح عربيه ارثر وياخد عربيته، لكن بيبص جنبه بيلاقي جواب واللي مكتوب فيه كالاتي: ستيفن لو بتقرا الورقه دي دلوقتي اعرف انك هتموت حالا. ستيفن بيضحك على الكلام وكان مفكر انه اي هبد لان ارثر ميت، لكن في ساعتها العربيه بتنفجر بيه وبيموت. وبنعرف بعدها ان ارثر عارف ان ستيفن عرف بموت ابوه وكان بيخطط لقتله، وقبل ما ستيفن يفجر العربيه ارثر عرف ينط منها وما ماتش. بعدها ارثر بيقرر يروح لوطنه ويكمل نص دينه. ولو عاوز الجزء الثاني اكتبوا رايكم في